سلطة اليوم شتوية بامتياز، كتير طيبة، وأهم عنصر فيها البوملي يلي ما بيحبوا بصير يحبوا بهاي الوصفة. لكن لكل شخص رح يعملها يحضر المكونات مسبقاً، إنها بتحتاج مكونات فعلاً. ويا سلام على المنظر الشهي، جد جد بتشهي. كل المكونات اللي بتحتاجوها هاي أهم مكونات يلي ما بتتواجد في البيت. وبنحضر كمان الصوص. شو سر الصوص؟ ضلكم لآخر الفيديو لتعرفوا كل الأسرار والمكونات. وأهم إشي حبايبي ما تنسوا السبسكرايب، الفولو والشير لحتى تكبر عيلتنا ويوصلكم كل إشي جديد. هون أول إشي وأهم إشي بنحتاج الخس. قد ما بتحبوا الخس، يعني تقريبا راس كاملة من الخس الآيسبرغ بنحتاجه بنفرمه، أو انتوا حسب الكمية أو حسب الأشخاص. بنفرمه فرمة خشنة، وأهم إشي بنحطه على جنب. وخبروني بالنسبة للفطر، انتم من جماعة اللي بتمسحوه مسح أو يلي بتغسلوه غسل؟ أنا الصراحة بغسله لأضمن إنه يكون نظيف تماماً، وبأكدلكم بتكون مأسكاه هالحبة. وهون بنبلش نفرط بالبوملي اللي هو أهم مكون. الصراحة بده وقت بس جداً طيب بطلع. وحافظوا إنه تكون بعض الحبات تكون كاملة للزينة أو على جنب تحطوها، كتير بتطلع كمنظر أسكى وأحلى. وهون بعد ما فرطت الرمان كمان ما ورجيتكم إياه، برضو حطيته على السلطة. هاي الخضار اللي بنحتاجها أهم إشي خس، بعدين الرمان، بعدين الفطر. والفطر قطعته هيك بشكل عريض برضو ليطلع منظره أرتب وأحلى. وكمان نحتاج أكيد البوملي. هون بنبلش نخلط الخلطة. وكمان أنا هون بيكون عندي إضافة أنا بحبها، مثلا الذرة بتعطي حلاوة للسلطة كتير طيبة، عادي مجمد أو فريش ما في أي مشكلة. هون بنبلش نحضر الصوص. هون أنا حطيت شبت، لكن تحذير هام جدا، حطوا شبت يدوب معلقة صغيرة أو نص معلقة، لأنه أنا حطيت هون معلقتين وتقريبا غطى على طعم السلطة، فعشان إذا بتحبوها الطعمة عادي ما في مشكلة. وتوابع الصوص المهمة قشطة، شوية زيت زيتون، عصرة ليمون، فلفل أسود. وكل المكونات أكيد رح تكون في الكابشن، فاقرأوها كتير منيح. هون كمان خردل، عادي إيش ما النوع اللي بتحبوه برضو حطوه من الخردل. ونضيف شوي من السكر لأنه الذرة كانت عندي مجمدة مش حلوة كتير. فبنخلط هنا المكونات كتير منيح. وأهم مكون اللبن بنضيفه لحتى يخفف القوام ويكون بالقوام الطري السائل، ما بدنا اياها كتير جامدة. وبنزيد عليه مي لحتى يصير هيك القوام خفيف كتير. ونقطة كتير الصراحة مهمة، تخففوا الصوص لتشعروا بالطعم الطيب. وهون بنعمل ميكس للخضار كتير منيح قبل ما نحط الصوص لحتى يمتزج كلهم ويصير هيك القوام والمنظر. وهيك بعض التزيينات واللمسات الإضافية اللي حبيت أحطها. وهيك كان شكلها النهائي. وحبايبي جربوها أكيد، بضمن لكم أفخم سلطة لعزايم أو لحتى لسهراتكم في الشتاء أو جنب غدا، وكتير طيبة تطلع جنب دجاج. فعلا من أنجح السلطات. وأهم إشي كلوها باردة، استنوا عليها مثلا ليلة كاملة أو تقريبا 3 ل 4 ساعات. وألف صحة وعافية على قلوبكم. وهيك المنظر الطيب والشهي. في أفخم من هيك، في أذكى من هيك، وأرتب وأذكيت من هيك؟ طبعا لا. فولو ولايك وكومنت وشير. سلام.